السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة أخوكم اسكندر ديما يجيب لكم جديد ويحلل لكم ويفسر لكم الوضع به. توا معناتها باش نفسر لكم بالتحليل معناتها والنقاش شنية اللي صاير في 3 أيام ماضون. معناتها كلكم تفرجتوا في الأخبار وتفرجتوا في البوليميك اللي صاير من موضوع فريق جنوب الصحراء إلى مشكلة سونيا الدهماني اللي تحصنت بدار المحامي به. اللي صار بالضبط واللي الإعلام ما تعاطاش فيه. تذكروا كل كيفاش صارت مشكلة فريق جنوب الصحراء والضغط اللي كبير اللي صار، وعلاش ما تسكرش الحدود، وين الدولة، وين الرئيس، وين السلطة، وين كذا به. ونتحركت الدولة، نعم ثم المعلومات تقول انه الجيش التونسي والحرس الوطني التونسي اغلقوا الحدود الغربية مع الجزائر من شمال تونس الى جنوبها. لكن نقول لك مش معناتها سكروا حتى المعابر، لا، المعابر البرية تخدم، لكن التواجد الامني مكثف تمشيطا ذهابا وايابا شمالا جنوبا به. وايضا الحدود الشرقية مع الجارة ليبيا ايضا هناك تواجد امني وعسكري كبير برشا به. كي تسكرت الحدود طفوا الضوء على الموضوع هذاك، نحكي هنا على الاعلام عاش يتعاطوا فيه. سونيا الدهماني معناتها المحاميه اللي الموضوع البوليميك نهاراتها كلها صاير عليها، ايش عملت بالضبط؟ جبدت الضغط نتاع الافارقه مغادي اللي ما عادش مارسين عليه الضغط، واللي توانسه سكتوا ما عادش يحكوا عليه وعليه على وسائل التواصل الاجتماعي. تجبد في برنامج مع برهان بسيس ومراد الزغيدي ونجيب الدزيري وسونيا الدهماني. جبدت الكلمة كلكم تعرفوها، اللي قال برهان بسيس شنو يحبوا يجوا يحتلوا بلادنا، قالت هي شوفك البلاد عاد ثم لها مواطنينها هاربين منها. على أثر ذلك ايش عملت؟ خلت الرأي العام يتوجه لها وخلت الدولة تتوجه لها معناتها بصفة النيابة العمومية للبحث معها. هنا ايش عملت هي؟ نورمالمون كمحامية اللي قارية القانون وتعرف القانون مليح، ايش عملت؟ ما مشتش النيابة العمومية باش تبحث، لا، مشت تحصنت بدار المحاماة. وعلى فكرة هي راي ما هي محامية لكن غير مباشرة للمهنة، معناتها تخدم كرونيكوز من قبل الثورة، وتعرفوا شكون طلعها سامي الفهري. بمعنى انه كي مشيت لدار المحاماة وهي غير مباشرة تحصنت غاديك مبدئيا معناتها ومشتش بحثت، وتعرف القانون هي بعد 24 ساعة كي ما تمشيش باش تهبط فيها بطاقة جلب، وكي العادة ما تمشيش بعد ما جت فيها بطاقة جلب بعد 24 ساعة معناتها باش يتم جلبها بالقوة العامة. الكل هذا مخططت له، أي إنه وش حابة تعمل هي باش تبعد الرأي العام على الإنجازات اللي يعمل فيها الأمن التونسي والداخلية التونسية والعسكر التونسي، وتحط اللوم منه هكا معناتها عبارة ثم مشكل في الدولة بدا يتحل، يلزم كثير مشكل آخر باش تخلي الرأي العام يهيج. معناتها كي تركش هي تحتمي بمقر المحاماة دار المحاماة، ايش معناه؟ بمعنى أنه الدولة كان جلبتها بالقوة مع الحضور متاع وسيلة إعلام أجنبية، مع حضور متاع السياسيين أعداء الأمس أصبحوا أصحاب اليوم، تكتلوا مع بعضهم باش خاطر يعرفوا كان الدولة دخلت باش يضغطوا على الرأي العام، وهي حريات وانتهاك حريات واستبداد في الداخل والخارج، الرأي العام الداخلي والخارجي. وكان ما جلبتهاش الدولة بالقوة العامة باش يقولوا هاي معناتها الدولة ضعيفة وهاي الدولة كذا. في كلا الحالتين يحبوا يخلوا الشعب يثور على رئيس الجمهورية. وتو نعطيكم دليل على صحة كلامي انه من بعد خرجوا جميع الاعلاميين ينددوا بالحريات، اي انه الحريات ما عادش موجوده في تونس، انه اي ما ثمش استقرار اعلامي، اي انه الاعلاميين اصبحوا معناتها موضع قولوا موضع هدف بالنسبه للسلطه، اي انه مهنه المحاماه اصبحت في خطر، وتشابكت وتداخلت الامور يضغط على الشعب التونسي باش يخرج في مظاهرات لاطاحه بالرئيس والاطاحه بالسلطه. وهو دليل اخر كي تتفرجوا في اللايفوات في الليل والا في النهار. البارح نتفرج في لايف يحكوا انه الشعب اكره السلطه والشعب
ضد السلطة توا، والشعب باش يخرج نهار الاثنين الصباح يعمل مظاهرات من أجل الحريات تضامنا مع سونيا الدهماني اللي هي ما صارتش. وهاكم تشوفوا اليوم معناتها والكل على عينيكم، لأنهم هذوما ما فهمتش وين عايشين، ما فهمتش وش يحبوا يعملوا، ما فهمتش وش يخموا. يظهر لي عايشين في المريخ او الله اعلم بهم وين عايشين. اولا اخوتي واحبابي واصحابي اللي مع المسار نتاع اعاده بناء الدوله، إعادة بناء دولة نظيفة بدون فساد، بدون فاسدين، بدون خونة، بدون متآمرين. إذا كان تتفرجوا في الفيديو هذا أعملوا تعليقات، أعملوا برشا تعليقات، واعملوا جامات وابوني، لانه هم بدوا يضربوا لي في الكونت نتاعي، بدوا يسينيالوا لي في الكونت نتاعي، لانه ما يعجبهمش الكلام هذا. فهمتوني ولا لا؟ وحاجه بالله نحب نقولها، يلي تحكيوا باسم الشعب التونسي وانتم ما ماكمش مع الشعب التونسي، يلي تحكوا باسم الشعب التونسي وانتم ضد الرئيس قيس سعيد، نقول لكم اللي الشعب التونسي هو الرئيس قيس سعيد، ورئيس قيس سعيد هو الشعب التونسي. رانا متضامنين معاه، الشعب التونسي كل متضامن معاه، وبالله ما راهو ما خرج حد معناتها لاجلكم، لانه يعرف في موادكم، وفي المواد هذه قديمه برشا ماهيش جديده. جيبوا لنا حاجه جديده ما يسالش، يمكن نصدقوكم، يمكن نصدقوكم، لكن مستحيل يصدقكم حتى واحد. ويزيوا ما الترهات، يزيوا ما الترهات، وتعاطوا بجديه مع المواضيع. على الاقل كي انتم مختلفين مع الرئيس اختلفوا معاه برجوليه، معناتها كي تدخلوا ميدان الحرب ولا الحملات الانتخابيه ادخلوها برجوليه. جيبوا برنامج باهي في يد الشعب، جيبوا اصلاحات تفيد الشعب، ما تجيبولناش المشاكل، ما تجيبولناش السارق، تدافعوا على السراق، تدافعوا على اللوبيات نتاع السرقه، وتحبوا الشعب يخرج معاكم مظاهرات. انتم واهمون، انتم واهمون. واللي من فضلكم منه هكا اللي باش يحكي على الشعب، يحكي على روحه، ما يحكيش باسم الشعب التونسي، لأنه الشعب التونسي يده نظيفة، الشعب التونسي أبي ماهوش بشرط خلكم، ونحن سائرون، ونحن سائرون إلى الأمام. وهو نعطيكم دليل آخر اللي الدولة ماشية وقاعدة تتصلح. من عند خوكم اسكندر هذي اليوم الرئيس قدم ملفات الفساد، قدم الشهائد المدلسة. اي نعم اليوم تجبد موضوع الشهائد المدلسة. خلينا نشوفوكم تراه، خلينا نشوفوكم. شيء يضحك والله، شيء يضحك، شيء يضحك اللي تعملوا فيه الكل مسرحية إخراجها تعيس. كيفكم أنتم تعساء. بارتاج ماكس، ريبوبليي، اكسبلور، تعليقات باهية، كثروا من التعليقات والمجامات، وشكرا لكم والسلام عليكم.